ازيكم عاملين ايه؟ ماسك العيد الهدية المجانية مني ليكم. معانا اول مكون هو زبادي بالسكر او زبادي من غير سكر عشان ما يكونش فيه عقبات. عندي تاني مكون هو الكركديه. تالت مكون هو العسل، والعسل ده بيبقى نوعه حلو قوي اللي هو بيبقى مكتل ده لذيذ بجد بجد. الماسكات فيه بتبقى حلوة. معانا مية على النار وتكون نحطها في غلاية او اي حاجة، بنحط عليها كمية الكركديه اللي هما من 4 ل5 معالق. بجد 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 تقلبوهم تقليبة كده بسيطة 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 على النار بس، وبجد بجد بينزل كده كل اللون بتاع الكركديه بيبقى حلو. المية دي مية من ايه؟ مية من الحنفية عادية خالص، لان احنا هنستخدمها للماسك بس. ماشي. وهنا بقى كنت مليت يعني كوباية كمان من المية، وحطيتها كمان على الكركديه، وحطيت نص كوباية تاني. كل ده في ال5 دقايق وال7 دقايق اللي احنا حطيناها. انا معادش معايا ال4 دقايق. نجيب طبق على النار، طبق عادي خالص خالص خالص، وبعد ما صفينا الكركديه بناخد الكمية كلها، بس بنعملها على مرتين. وبعمل الكمية كلها او بعمل الكمية كلها. بعد كده معايا ايه بقى يا حبيبة قلبي قمر انتي؟ ايه تاني معايا؟ اللي بس كده تقليبة حلوة كده امرايو. وايه تاني معايا؟ النشا بقى دي، النشا دي حاجة كده جمال جمال جمال، حاجة كده عسل. معايا اول تاني تالت معلقة تقليب. يعني كمية الكركديه بتاعتك كده هتستخدم من نص كوباية ل 3/4 كوباية. تقلبوهم كويس قوي بالمعلقة عشان ما يكتلش، ولو كتل معاكي تقلبيه بالمضرب، ولو كتل معاكي تطلعيه وتصفيه، وبعد كده تجيبيه كده على برضو بارد، على البارد، وتقعدي تقلبيه في شوية مية صغيرين قوي. قلبي قلبي يا حبيبة قلبي. بعد كده يا ستي لما انتي معايا الطبق الدوق اللي احنا عملت الكمية كلها في المطربان اللي قدامكم ده. معانا الطبق اللي هنعمل فيه يا ستي لما انتي الوصفة الجميلة الروعة 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 الروعة. ده شكل الكركديه السخط برضو عادي خالص، نفتح ونحط عادي مفيش مشكلة. بصوا هو تقل كده وحلو، لقيته جميل كده. احنا عايزين نفس الكمية دي. انا هحط نص للمطربان والنص التاني هنخليه المرة تانية في الماسك. اصل الماسك ده ممكن تعملي 10 بنات من الشوية دول بس، وبجد بجد بيفتح البشرة. بس لازم تعمليه كل يوم من 8 ايام قبل العيد كده، قبل اسبوع، قبل العيد باسبوع. نشيل بس زبادي، المية بتاعت الزبادي دي حطيها برضو جميلة وحلوة. هنحط معلقة كده من الزبادي او معلقة وحتة زنطوطة كمان كده، عايز معلقة وربع كده. بتحطهم بقى وتقلبي قلبي 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 قلبي. لونه بقى هنا ابتدى ان هو لون البنكي، وريحة الزبادي ابتدى فيه. وبجد بجد الناس اللي ما بتحبش الزبادي حطي لبن بودر، حطي مكان الزبادي لبن بودر. قلبي كملي تقليب، كملي تقليب، كملي تقليب، كملي تقليب. كل ده بمعلقة. وعندي هنا يا ست زي ما انتي هنحط اول معلقة من العسل، تاني معلقة من العسل، تالت معلقة من العسل، ايه تحطي مع برضو على الكركديه. طبعا في ماسك قهوة هنزله طبعا على القناة برضو اللي هي بتاعتي، قناتي يوميات سما كارم او سما كارم. هنشوف بقى هننزل بكام معلقة يا ستي. لما انتي هننزل بمعلقتين او 3 معالق عسل. انا هنا نازلة بمعلقتين فقط بس. بجد بجد قلبي بمضرب، بمعلقة، بأي حاجة. بصوا قلبي كويس جدا، قلبي كويس قوي 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 قوي، لان الماسك عبارة عن تقليب، والتقليب مستمر 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 مستمر. بيفتح البشرة لغاية يوم العيد كده، تلاقي بشرتك بتلمع حتى لو قبل العيد بيومين بس اتفرجتي على الوصفة عادي، او بليله واحده بس تعمليه في اليوم دوت 3-4 مرات ورا بعض. تغسلي وشك وبتعملي ماسك زياده. هنحط حته زبدايه تانية كده عليه عشان لونه يفتح سنه، وكمان علشان يتظبط كده معايا وقوام يبقى حلو. عارفين صابون المواعين لما بيبقى تقيل كده وجايبينه قوامه تقيل؟ هو نفس النظام. طبعا احنا مش هنسيبه كده، احنا بنحطه في التلاجة من ساعة ل2 ساعات لغاية وبعد كده تحطيه على بشرتك وتسيبيه في التلاجة لغاية ما تيجي تعملي تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، هتلاقيه تقل معاك كده وعمل زي الرز باللبن كده، يعني حاجة جميلة. عارفين المهلبية؟ بيعمل زي المهلبية كده جميل. طبعا طبعا كل الناس بتحب تعمله، من صغار لكبار، وعادي من 3-4 سنين تعملي عادي على وشرتك. نحطه طبعا في العلب. يلا بينا نجربه هنا بقى.
هنا بشرتي بدون اي فلاتر ولا ميك اب ولا حاجة، هوريكم عاملة ازاي، كويسة ولذيذة بسيطة جميلة 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 لذيذة. يلا بينا عشان نمسح بشرتنا كويس ونبقى نكون غاسلينها بغسول انتي بشرتك متعودة عليه. حطيتها في علبة فازلين، علبة كريم، علبة مخمرية ايا كان اي حاجة، قوامه حلو قوي قوي قوي. يلا نحط بقى، وتاني يوم تقل اكتر، وبجد بجد انا بحطه تاني يوم وتالت يوم وعادي. طبعا يا جماعة كده زي الفل، وبتحطوه كده وبيقعد بالظبط لو أكتر مدة، حتى لو ساعة تحطيه، نص ساعة، تلت ساعة، ربع ساعة، بينشف على وشك كده. وبعد كده بتفركيه بقى كويس قوي، تفركيه عشان الجلد الميت ينزل معاكي والسواد اللي في وشك ينزل معاكي. طبعا ما بيجيش من اول مره ولا تاني مره، لا ده بالاستمرار، ممكن تحطيه كل يوم في السنه يعني عادي برضه، عشان تخلي بشرتك نضاره. وصحابك كمان لو اقول لهم ادخلوا على قناه كذا كذا كذا، اللي هي قناتي يوميات سمك هارم او سمكارم، وهتلاقوه كل حاجه زي الفل والتمام التمام. هنا انا بحطه بقى يا جماعه، بجد بجد لذيذ قوي 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 وحلو لذيذ. احنا طبعا هنا وش بيلمع منه بجد بجد رهيب 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 رهيب، جميل قوي قوي. وطبعا بدون اي كلام ولا اي حاجه، هو كده زي الفل. وبعد كده بقى يا بنات، عايزه اقولك ان انتي يعني ده كنز في ايديك طبعا. وحطيته على ايديك كمان عشان اوريكم هنا بعد ما غسلت وشي، بجد بجد اهو منديل، بصوا عمل ازاي، بمسح وشي اهوت وبدون اي فلاتر وبدون اي ميك اب ولا اي حاجه، مفيهاش اي حاجه. بشرتي نعمت ازاي وفتحت ازاي، والله العظيم والله العظيم من الماسك بس جمال 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 حاجه كده باي. وانت